السلام عليكم متتبعي قناه مليح تي في. حنا اليوم كنتواجدوا مدينه جميله، هي مدينه صغيره، هي مدينه هيلدن بالضبط، واحد سماين طوموبيله من دوسلدورف قريبه لدوسلدورف. واليوم حنا عندنا اليوم افتتاح واحد المقهى جميله كتسمى مقهى كازابلانكا بالضبط في وسط المدينه ديال هيلدن. ومعنا السي عبد اللطيف اللي غادي صاحب المشروع اللي غادي يشرح لنا على هذا القهوه، عطينا بعض المعلومات وكنشكروه وكنباركوا على هذا المشروع الجميل. السلام عليكم، شكرا بعدا الاخ نبيل اللي من ايميلي بن تي في، كنشكروه بزاف، كنشكروه دائما على المجهودات ديالو القيمه اللي كيبغي يعرف بالشباب، كيبغي يساعدهم. الله يبارك فيك. الاسم الكريم فواز عبد اللطيف، من مولد من مدينه الدار البيضاء. فتحنا هذا المشروع هذا يلاه مؤخرا، وبالنسبه في حيت في جاليه كبيره هنا هيلدن، وانا بالضبط كنسكن في مدينه ديسلدورف، ولكن قريب ما بعيدش بزاف، يعني محاذيه مع مدينه هيلدن. لذلك فكرنا نديروا هذا المشروع هنا لتواجد جاليه كبيره، وكاين مسجد مغربي، وبغينا زعما هذه الجمعيه ديال المغربيه ديالنا ديما تكون مجموعه. لذلك قررنا نديروا هذا المشروع اللي هو عباره عن باتيسري كما تيقولوا، بيكيغاي وكافي، وفيه بعض كما تيقولوا الاشياء اللي هي مغربيه اللي كتعود للتراث ديالنا، حلويات مسمان، وعندنا دي ساندويش، وعندنا بزاف ديال الحوايج. وان شاء الله راه عندنا حتى الفطور، كنديروا حتى الحريره، كنديروا الحسوه، كنديروا يعني بالنسبه فاش كيكون الجو بارد ولا شي حاجه كنديروا القطاني، كنديروا يعني بزاف ديال الاكلات المغربيه اللي مشهور بها الشعب المغربي. ولا ما سمعت مازال غتقادوا الديزاين؟ يعني دابا الديزاين ديال القهوه راه بروفيزوريش، يعني زعما غادي يديروا شي ديزاين مغربي. يا كاينه بالضبط، هذا الشيء غير بروفيزوريش. دابا حنا يلاه بدينا، يعني دائما كتجينا افكار جديده، يعني دائما وكان كاينين الاصدقاء هما دائما تعطيونا الجديد. لذلك مازال ما كملناش يعني كما تيقولوا الاشغال، وحنا غادي الحمد لله في طور زعما الانجاز، وان شاء الله كنتمناو يكون الخير ان شاء الله. بالنسبه للاخوه اللي غيبقاو يسولوا بحال دابا فين جات هذا المقهى، زعما بالنسبه اللي بغى ديبلاصي عندكم، واش كاين شي بوصه تشتريها كتجيب من دوسلدورف لهنايا؟ واش كاين شي اسبان قريب؟ حيت الناس دابا قليل كنظن المغاربه في دوسلدورف قريبه لكم، زعما خصكم كليان دوسلدورف، كيفاش تشرح لهم هذا الموقع الاود ديالكم؟ يعني مدينه هيلدن محايده مع مدينه ديسلدورف. مثال انا كنسكن في بنغاط، ويعني بالبوس يعني تقريبا من البانهوف ديال بنغاط حتى البانهوف ديال هيلدن، يعني كدوري تقريبا واحد زيبن مينوتين بالبوس. زيبن وندر كتاخذ زيبن وندر في وند خصيش غير شونك ديال فوبرتال يعني بلاكه وحده، يعني حيت هذا الشارع هو رئيسي بالضبط. هي جات هذا المقهى والباتيسري بالضبط حدا الهالتشتيل اللي سميتها هي فخيتسات بلاتس تصفاي، يعني بالضبط كتنزل غير كتقطع الشارع. يا كنا، وكان عندك هنا حتى هي راهي بالضبط حتى هي فخيتسات بلاتس بالضبط، هو نول دغاي. هادشي اللي كاين يعني ما بعيداش، يعني حتى من ديسلدورف بانهوف البنغاط قسمين، حتى بالوسائل النقل يعني حتى هو اللي ما عندوش يعني سياره ولا ما عندوش كيفاش يتنقل، كاين ريجونال اكسبريس من الهاوت بانهوف ديال ديسلدورف بيس بيس بنغاط، ولا بيس هيلدن ديريكت اس اينس غيشتم ديال زوليندن، يعني ماشي بعيده، يعني محايده، يعني بحال تقريبا ملاصقين مدينه وحده. دابا غادي يجيو نتوما جوج اسئله هما اللي بقاو. السؤال الاول هو واش نتوما بحال دابا محتاجين البيرسونال؟ دابا الا كنراكم عاد فتحتوا راكم تحتاجوا كوخ ولا كاين الا عندكم شي ابيل تقولوها للمتتبعين؟ هذا الفيديو غيتنشر في صفحات الحياه المغربيه، كتلقى اكبر صفحه مغربيه فيها متتبعين في الالمان، 170,000 كيتبعنا في فيسبوك الحمد لله الحمد لله. صفحه قديمه. وثاني حاجه هو شنو تنصح بحال دابا بزاف المغاربه يقولوا انا بغيت نفتح مطعم، بغيت نفتح محلابه، بغيت نفتح قهوه وما عارف فين يبدا، ما عارفش كيقرا الكرا، واش كاين شي فيه الشطوير بزاف ولا فيه داك الوراق والتخربيق. حاول تبسط لهم كيفاش تولي زي البشتانديش في هادشي ديال الغاسترونومي. المساله بسيطه جدا، حتى انا ما عنديش صراحه حتى ايغفاغونغ، يعني الانسان اول حاجه كيتوكل على الله
والعزيمه. اما بالنسبه للاوراق ولا شي حاجه يعني ماشي شي اوراق اللي هي كثيره، يعني الانسان كيدير الكيفيبل ديالو ميل دونك عاديه جدا، يعني كدوري واحد دغيطه كاع، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره في الاوردونس امت ولا شي حاجه. وبالنسبه كتفهم يعني المثال اللي غادي يأجر لك هذا المحل، ومن بعد كتخلص ضروري كتخلص واحد شطويه، انا قلت لي الشطويات يعني كتختار يا امزات يا كينا بالضبط امزات الشطويه يعني. ونبن كوستي ديالك مسائل يعني، والانسان كيتوكل على الله يعني العزيمه والاراده الانسان كيوصل. هي فعلا البدايه كتكون صعيبه، ولكن الانسان مع الطموح ومع الاصدقاء ومع هذا الاوقات اللي غتحل، واش انت كتحكم ولا كتحكم فيك الدوله؟ بغيتي تحل الحد بغيتي لا ما كاينش هذا المشكل، انت عندك الحريه الخاصه ديال المحل ديالك، انت توكل على الله. شوف حيت الاغلبيه دابا انت كما كتعرف هنا في المانيا كيسدوا المحلات تقريبا نهار لحد زونطا كيكونوا سادين كامل. ولكن بالنسبه مثال كنوع ديال هذا البرويكت هذا الصغير، يعني هذا الانسان اللي بغى يدير شي حاجه كيشفت ديال كلاين كيفير ولا شي حاجه يقدر يحل الحد. بحال دابا مثال هيلدن فيها جاليه مغربيه كبيره فيها مسجد، يعني الناس كيبغيو يخرجوا من داك الروتين ديالهم، كيبغيو يجلسوا كيبغيو يجمعوا كيبغيو يسمعوا العربيه يعني التقاليد المغربيه، يعني بحال راهم عايشين في المغرب. يعني بالنسبه لهم هذا واحد الفضاء اللي هو كيفوج على كل شيء. يعني حتى بالنسبه لحل المحل حتى هو كتولي عنده العائله ديالو، عنده الصغيره وعنده العائله ديالو الكبيره اللي هي هما الكوندن، هما الزبائن كيجيو كيتعرف عليهم. تولي عنده بزاف كاينين العرب تبارك الله دابا راه كثار كاينين، مثال كتلقى سوريين كتلقى يعني ثقافات، ولا داكشي تجانس يعني، ولا واحد شي حاجه زوينه في المانيا كما تيقولوا. شكرا. كنشكروا الاخ على هذه المعلومات القيمه، وكنتمناو له اسم طاقه مليان تي في المزيد من التوفيق. وان شاء الله نحط لكم العنوان، ان شاء الله نتمناو تجيو تزوروا هذا المطعم وتخليو لنا التعاليق ديالكم كيفاش جاكم. وخصنا ديما نشجعوا بعضياتنا حنا الجاليه المغربيه، خصنا نكون واحد الجاليه كتبغي الخير لبعضياتها وتشوف شي بروجيكت تشجعوا. الكلمه الاخيره اللي هو نسيت كما الاخ اللي بغى شي كما تيقول عنده شي اسئله عنده شي اقتراحات مرحبا، اللي بغى حتى هو يبدا نشجعوه ماشي مشكل، اللي عنده شي واحد شي فخاغ ولا شي حاجه افيك بليزير كما تيقولوا، الدنيا هانيه على العين والراس. واخر كلمه كنشكروا الاخ ديالنا نبيل اللي هو ليفن تي في اللي دائما وكيوقف مع الشباب، دائما مع الجاليه المغربيه، دائما المجهودات ديالو كنقولوا له شكرا شكرا بزاف. وكنتمناو حتى نتوما تابوناو في القناه ديالو، عنده الانستغرام راه غادي تلقاو كلشي لتحت ان شاء الله. وكنتمناو ليه التشجيع، وكنتمناو ليه ان شاء الله في هذا النهار المبارك كنتمناو ليه عدد كبير 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 من المتتبعين. وكنشكروا مره اخرى القناه ديالهم في انستغرام ودخلوا عندهم، حيت فريمون السوشيال ميديا كتربطنا المغاربه وكنفرحوا بزاف فاش كنشوفوا مغربي فهمتيني تا هو مع يعني من نفس البلد، يعني كيشجعنا كيشجع يعني يعني وكيهز الرايه كما تيقولوا المغربيه عاليا. وكنتمناو ليه الصحه والرزق الوفير وعدد كبير من الابونمون ان شاء الله. وكنتمناو لك حظ سعيد وحظ جميع المغاربه، ومرحبا بكم في اي وقت. بالنسبه للستودنت لاوس بيلدونغ جيو مرحبا والف مرحبا، الدار ديالكم، الدنيا هانيه، كل شيء جراتيس هانيه. السلام عليكم. شكرا لقمار، وكنتمناو الاخ عبد الله وراء الكاميرا والاخ عبد الهادي تحياتي وشكرا. عبد اللطيف عبد اللطيف شكرا وشكرا.